فيديو جديد ومراجعة جديدة، والمراجعة المرة دي لأول 4 حلقات من مسلسل سفاح الجيزة، المسلسل اللي مكسر الدنيا. وأحب أبارك لكل صناع العمل على النجاح ده، لأن الواحد فعلا بيفرح لما بيشوف أعمال كويسة في وسط تدني الفن المصري في الفترة الحالية. الفن المصري بقى ضايع لدرجة إن في ناس بتفرح لو في عمل مصري طلع كويس بس. فلما نزل المسلسل الواحد شاف انطباع خرافي من الناس، اللي قال لك احسن مسلسل واللي قيمه 9 واللي قيمه 10، تحس انهم طالعين من مجاعه. اللي هو للدرجه دي الفن المصري بقى بالسوق دوت، لدرجه ان لو طلع عمل جيد بنطلع بيه السما ونقول خلاص هننافس هوليوود. الاكيد ان الناس دي ما تعرفش ان الاعمال الجيده زمان كانت زي الرز. فالواحد يتمنى والله ان الفن المصري يرجع لسابق عهده وافضل كمان، وسابق عهده في التمثيل والرسائل الهادفه، مش البوس والقرف. كفايه البلاوي اللي بنشوفها على التيك توك. وقبل ما ندخل في المراجعه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. شباب والله العظيم انا مش واكل خالص لما بقيت لي اسد على البث المباشر بس. وتاني احب ابارك لكل صناع وطاقم العمل على النجاح دوت، وخصوصا احمد فهمي اللي كسر الدنيا بمستر اكس، وحاليا بسفاح الجزيره، ودايما من نجاح لنجاح. ندخل بقى في المسلسل. مسلسل سفاح الجيزه من نوع جريمه واثاره وتشويق، والمسلسل عن قصه حقيقيه، وزي ما هو واضح من اسمه فهو بيتكلم عن سفاح الجيزه المعروف باسم قذافي، لكن في المسلسل اسمه جابر. وجابر ده او قذافي المشهور عنه ان اكتر ضحاياه كانت ستات، فالمسلسل بيتكلم عن حياته والجرائم اللي عملها وسعي البوليس وراه. ده بالنسبه للقصه. بالنسبه للكاست هنذكرهم على السريع على حسب اهميتهم في المسلسل: احمد فهمي، باسم سمره، حنان يوسف، ركين سعد، داليا شوقي، صلاح عبد الله، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، ريم حجاب، والفنانه الكبيره ميمي جمال، والفنانه انجا ابو سعود وغيرهم. والمسلسل من اخراج هادي الباجوري ومخرج منفذ محمود زهران، وموسيقى تصويريه كريم جابر. واغنيه البدايه الاسطوريه هي موال من غناء بدريه السيد. واغنيه النهايه الاسطوريه واللي الصراحه عجباني اكتر من اغنيه التتر واللي مغنياها سمر طارق. بالنسبه لاحداث الحلقات فدي تعتبر من اهم ايجابيات المسلسل، وهو سرد الاحداث. المخرج بيعرض لك شوتات من كذا سنه، لان البطل عنده كذا شخصيه وكل شخصيه ليها حياتها الخاصه. وعشان ندخل جوه تفاصيل كل شخصيه فالمؤلف بيعرض لك حياه السفاح في كل سنه كانت فيها تفاصيل مهمه في حياه كل شخصيه من شخصياته. شخصيات جابر المتعدده. بدأنا المشهد سنة 2018 وشوت على محيي أول شخصية من شخصيات جابر وهو بيبص في الديب فريزر وجواه جثة، والجثة دي بعدين هتتضح إنها جثة هالة صاحبة زينة، وزينة دي البت اللي كان بيحبها ورفضته، وبسبب كده اتقدم لأختها سلمى. وزينة مهمة جدا في أحداث المسلسل لأنها عارفة سره وهو خاطفها وأهلها بيدوروا عليها. فكده محيي متجوز سلمى وخاطف زينة ومهددها بقتلها لصاحبتها هالة. وعندنا يوسف اللي شغال في مصنع الملابس، مش متأكد الصراحة كان مصنع ملابس ولا إيه، أيا كان المهم. وشغال عند صلاح عبد الله ومتجوز مراته عرفي، ومراته اللي بتقوم بدورها جيهان الشماشرجي اللي طالعه باسم نجلاء. وفي شخصيه حسن اللي شغال سواق اوبر وخاطب بنت لسه بتدرس. ودي شخصيات جابر اللي ظهرت لغايه دلوقتي في ال4 حلقات. فكلام سريع عن ال4 حلقات. في الحلقه الاولى عرفنا شخصيات السفاح وشفناه في اخر الحلقه بيقتل نجلاء. في الحلقه الثانيه ظهر ماضيه مع زينه وانه اخذ المصنع لنفسه وسجن صلاح عبد الله وقتل عمته ميمي جمال. والصراحه المشهد ضحكني جدا. توعدني ان دي اخر ليله بات فيها هنا، ولو حلفت لك ان دي اخر ليله ليكي هنا. موتي موتي موتي. الحلقة الثالثة شفنا فيها فلاش باك جابر وهو بيفتكر مشهد قتل امه لابوه، ودي هتكون بداية التبيين للمشاهد ازاي شخصية السفاح اتكونت. وشفنا الشخص اللي هدده بانه عارف كل حاجة وفي الاخر طلعت واحدة من المصنع. والصراحة المشهد ده كان عبيط قوي، وتحس البت رايحة تلعب مش مخططة اللي هي بتعمله. وشفنا بعد كده الشغالة اللي عند ام جابر بعد ما ادته فلوسها يشغلها، ولما طلبتها منه جابها في مكان معين وقتلها هي وصاحبها. هي فاضية جوه؟ ده انتوا نقطة. وفي الحلقه الرابعه شفناه لما دفن الاثنين وبعدها رجع لمراته، وشفنا بعدها باسم سمره وهو بيستجوبهم عن زينه. وفي نقطه غريبه هنا، يا ريت لو حد فهمها يقول لي في التعليقات لاني ما فهمتهاش. الضابط في الحلقه الاولى او الثانيه لما شاف جابر نداه باسمه الاساسي اللي هو جابر، وفي الرابعه قال له محي. يا ريت اللي فهم النقطه دي يقول لي في التعليقات. وبعدها شفنا المحقق اللي بيحقق في القضيه وصل لان جابر ممكن يكون هو الجاني. وبعدها انتهت الحلقه على مشهد امه وهي بتفتكر شكل جابر وهو شايفها وهي بتقتل ابوه. وبما ان المسلسل هيكون 8 حلقات فبالشكل ده خلصنا نص المسلسل، وفي الغالب هيكون في جزء تاني. نيجي للتمثيل. كل الممثلين مسكوا ادوارهم بشكل كويس، سواء البنات اللي لسه شباب ولسه جداد في السينما والدراما يمكن الا ركين سعد بس. الفنانه حنان يوسف ماسكه الشخصيه اللي عاملاها بشكل كويس. الفنانه الكبيره ميمي جمال ظهرت في حلقه واحده بس عملت دور بالنسبه لي على الاقل هو افضل دور شفته ليها. صلاح عبد الله مش هقول افضل اداء ليه، صلاح عبد الله ممثل كبير وعمل ادوار احلى من كده بكتير، بس دور كويس. نيجي لاهم اتنين في المسلسل، احمد فهمي وباسم سمره، الاتنين جبابره حرفيا، كل واحد فيهم ماسك شخصيته وتحس انه درسها سنه. في ناس بتقول ازاي باسم سمره الظابط مش السفاح، انا معاكم في كده، باسم سمره من غير تمثيل شكله سفاح فعلا، بس دور الظابط لايق عليه جدا وما فيهوش اي افوره. واهم شخص في المسلسل واللي بيعمل دور عمره وهو احمد فهمي،
ايه يا بني ادم الجبروت ده؟ انا متاكد مليون في الميه ان باسم سمره ما يعرفش يأدي الدور دوت زي ما احمد فهمي أداه. السفاح اللي احنا قصاده مريض نفسي، وفي حياته العاديه مع الناس كان هادي والكل بيحبه. احمد فهمي وصل كل التفاصيل دي باروع شكل ممكن تشوفه. فالتمثيل في المسلسل عالمي، الاخراج جامد، الالوان الغامقه لايقه مع المسلسل، اللون الازرق الطاغي، كادرات المسلسل الخطيره، التفاصيل زي الاكله اللي بيعملها بعد كل جريمه، فالاخراج يفوز الصراحه. مشاكل المسلسل لغايه دلوقتي قليله، سواء من الغلطات اللي الناس طلعوها زي التليفون والعربيه الجداد على سنه 2014 او عين البنت الميته اللي فتحت، او السلبيات زي المشهد بتاع البنت اللي هددت جابر، او ان الاحداث لسه محتاجه زقه حماس اكتر، لكنها بشكل عام مشاكل قليله. فده كان انطباعي عن الاربع حلقات من مسلسل سفاح الجيزه، وتقييمي للاربع حلقات هو 7 من 10. وعارف ان في ناس هتتريق على تقييمي دوت، بس افتكروا الكلام اللي قلته في اول الفيديو. ومتحمس جدا للحلقات الجايه، وان شاء الله هيبقى في فيديو تاني للمراجعه الكامله للمسلسل. بس كده، الى لقاء قريب وسلام. انا متخيل دلوقتي ياسمين عز وهي بتتفرج على المسلسل. انت متعرفيش يا مدام ان قتل الحبيب زي اكل الزبيب، دي نظريا علميا هبديا لسه مخترعاها دلوقتي. جيهان الشمشري، الشمشري، الشمجري، الشرشحي، الشمحجري، المشجري، الشمشرجي، الشرجي. لا لا يا باولو الشمشجري، الشمشجري. قول السؤال تاني. الشمشرجي. والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. يخرب بيت ده اسم. وعشان ندخل جوه تفاصيل كل شخصيه فالمؤلف بيعرض لك احداث